السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة الثانوية العامة. لكل الطلبة اللي نفسهم يدخلوا معهد فني صحي بس مجموعهم للأسف مش هيلحق معهد فني صحي حكومي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن المعهد الفني الصحي الخاص، وهنجاوب على كل أسئلتكم. المعهد هياخد من كام ومصاريفه قد إيه، وهل في كل المحافظات ولا محافظات معينة بس، ومدة الدراسة قد إيه، وهل ليه تكليف ولا لأ، وكمان هنتكلم عن هل بياخد من الشعبة الأدبية ولا لأ، وكمان هنتكلم عن بعد التخرج هتشتغل فين وهتقبض قد ايه. فكمل معانا الفيديو للنهاية علشان ان شاء الله تستفيد من كل المعلومات اللي موجودة في الفيديو، وما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات بإذن الله. معهد فني صحي خاص هو طبعا المعهد هو مؤسسة تعليمية تبع لوزارة التعليم العالي، وبتمنح دبلوما فنيا صحيا بعد عامين من الدراسة، وهو بيكون مدة الدراسة فيه 2 زي ما قلنا، وبيكون فيه تدريب عملي في المستشفيات والمعامل خلال الدراسة، وبعض المعاهد بيكون فيها سنة امتياز ودي بتكون اختيارية أو إضافية للتدريب العملي. طبعا دي مش موجودة في كل المعاهد، يعني حسب المعهد اللي انت هتلتحق بيه. معهد فني صحي هو خاص ومعتمد كمان من وزارة التعليم العالي، وموجود في أكتر من محافظة في مصر. موجود فني صحي في طنطا واسكندرية، وموجود في أسوان، وموجود في إمبابة، وموجود في بنها، وموجود في بني سويف، وموجود في أسيوط وبورسعيد وسوهاج وإسماعيلية والمنصورة والزقازيق. المعهد فيه أكتر من قسم تمريض وعلاج الأسنان والأشعة المقطعية والمختبرات والمعامل والجراحة وعلاج الأورام والتوليد والبصريات والجراحة والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والرعاية الطبية السريعة وقسم التعاون الصحي وقسم الإحصاء والتسجيل الطبي. زي ما قلنا ان المعهد بياخد من شعبة علم علوم، ولكن الشعبة الأدبية ليها فرصة في الالتحاق في قسم التسجيل الطبي والإحصاء، وده طبعا مش متاح في كل المعاهد، ولكن ممكن يكون في فرصة ليهم إن شاء الله. بالنسبة لفرص العمل بعد التخرج، ممكن تشتغل في المستشفيات الحكومية والخاصة. الوظيفة اللي انت هتشتغلها بيطلبوا فني تمريض، فني أشعة، فني معمل، فني تخدير. ممكن تلاقي شغل في المعامل الطبية الخاصة، هتبقى فني تحاليل. ممكن في عيادات الأسنان مساعد طبيب أسنان، فني تركيبات. ممكن تشتغل في مراكز الطوارئ والإسعاف، هتبقى فني طوارئ. ممكن في شركات البصريات هتبقى فني بصريات ونظارات. ممكن القطاع الطبي العسكري أو شركات التأمين الصحي هتبقى تشتغل في أعمال فنية وطبية مساعدة. بالنسبة لمصاريف المعهد الفني الصحي الخاص، هي بتتراوح بين 2500 ل 3000، ممكن تزيد شوية. دي المصاريف بتاعة المعهد. طبعا هي بتبقى أعلى من المعهد الفني الصحي الحكومي، وممكن ليك فرصة ان انت تكمل دراستك بعد المعهد بعد ما تحصل على الدبلوم اللي هو الفني الصحي أو المؤهل المتوسط، تكمل طبعا تقدم في كليات التكنولوجيا الطبية أو كليات العلوم الصحية التطبيقية. ممكن تعمل معادلة في بعض المواد علشان تلتحق بالجامعات الخاصة أو الأهلية. ممكن تكمل دراستك في الخارج لبعض التخصصات، فأكيد تقدر ان انت تكمل دراستك بعد المعهد عادي جدا، وانت كمان تكون بتشتغل يعني. طيب، في شروط للقبول في المعهد الفني الصحي الخاص. طبعا لازم تكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكمان المعهد بيقبل الحاصلين على الدبلوم الفني الصناعي شعبة كهرباء وإلكترونيات، وكمان الدبلوم الفني التجاري شعبة عامة، ولازم تكون دارس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو لغة تانية. كمان لازم تكون انت جايب المجموع بتاعة المعهد، وعمرك ما يزيدش عن 22 سنة، وتجتاز الكشف الطبي، وكمان هتتفرغ للدراسة في المعهد. كمان عندنا نظام الدراسة زي ما قلنا قبل كده هيكون 2 وفي سنة ممكن تكون امتياز أو تدريب، ودي مش موجودة في كل المعاهد زي ما قلنا قبل كده.
ان شاء الله بعد ما تتخرج تحب تعرف انت هتاخد قد ايه كراتب، فهقول لك بعض التخصصات ويعني احتمالية الراتب هيكون قد ايه ان شاء الله. واخر سؤال انا عارفة ان انتوا عايزين نجاوب عليه، هو المعهد هياخد من كام في تنسيق 2025؟ كمل الفيديو للنهاية علشان ان شاء الله هقول لك هياخد من كام. فن التمريض بياخد من 4000 ل 7000 جنيه، وفن المعمل بياخد من 4.5 ل 8000 جنيه، وفن الأشعة هياخد من 5 ل 9000 جنيه في الشهر، ومساعد طبيب الأسنان بياخد من 4 ل 6000 جنيه، وفن التخدير بياخد من 6 ل 10000 جنيه في الشهر. طبعا الرواتب دي بترتفع مع الخبرة والشهادات الإضافية وتختلف من مكان لمكان، يعني مستقبله حلو جدا إن شاء الله، ومع تطوير نفسك بإذن الله يعني هيكون مستقبلك كويس. فهو المعهد حلو جدا لكل الناس اللي عايزة تشتغل في المجال الطبي وما لحقتش الكليات الطبية. انا عارفة ان في دماغك اسئلة كتير، تعال نجاوب على الاسئلة دي. هل شهادة المعهد الفني الصحي الخاص معترف بيها؟ ايوه، الشهادة معترف بيها ومرخصة من وزارة التعليم العالي، والشهادة معتمدة. طيب هل يمكن التحويل من معهد خاص لحكومي؟ لا، ما فيش تحويل من المعهد الخاص لحكومي الا في حالات نادرة جدا والشروط صارمة جدا. طيب هل توجد معاهد فنية صحية خاصة تقبل طلاب الشعبة الأدبية؟ احنا قلنا قبل كده ايوه ممكن يبقى في طلبة من الشعبة الأدبية، ولكن في قسم الإحصاء بس، يعني مش في كل الأقسام. طيب ايه الفرق بين المعهد الفني الصحي الخاص والمعهد الفني الصحي الحكومي؟ الحكومي مصروفاته بتبقى رمزية والقبول فيه تنافسي بين الطلاب، اما الخاص بيكون برسوم اعلى وبيوفر فرص اضافية للطلاب الغير المقبولين في التنسيق الحكومي. يعني التنسيق بيكون اعلى، اللي بياخد من مجموع اعلى في الحكومي، اما الخاص بيكون اقل. طيب نيجي هنا للسؤال المهم، يا ترى هياخد كام المعهد الفني الصحي الخاص في تنسيق 2025؟ بالنسبة للتوقعات فهو هياخد من 65 وطالع، وفي بعض المعاهد ممكن يقل حاجة بسيطة. فانت لو مجموعك من 64 ونص 65 فيما فوق، فانت ان شاء الله ليك فرصة كويسة انك تلحق المعهد بإذن الله. المعهد الفني الصحي الخاص هو يعني اختيار عملي واقعي لكل الناس اللي عايزة تشتغل في المجال الطبي بسرعة، واللي عاوزة يكون ليها دخل في وقت قصير، فهو مرشح جدا وكويس جدا في سوق العمل وليه مستقبل. فيلا يا بطل، حدد انت عاوز تدخل معهد فني صحي ولا لأ، وان شاء الله ربنا يوفقك وتدخل الشيء المناسب ليك. احنا كده قلنا كل المعلومات الخاصة بمعهد فني صحي خاص، ولو عندك اي سؤال اكتب في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، وما تنساش انك تكون مشترك في القناة ومفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش انك تدعمنا بلايك علشان الفيديو ينتشر ويوصل لطلبة كتير. مع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.